السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة كويزين نظرية. نتمنى يلقاكم في تمام الصحة والعافية. وصفتنا اليوم غادي تكون حلوة دوازتاي، وصفة سهلة بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت وبطعم فعلا يستحق التجربة. حلوة اللي ممكن تحضروها في آخر لحظة لضياف الغفلة، كيف ما ممكن تحضروها لأطفالكم للمدارس. وصفة غادي تنال إعجابكم، غادي نشاركها معكم بمقادير مضبوطة. شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنسونيش من اللايكات ومن البارتاج. ندوزو للوصفة وفرجة ممتعة. المقادير هي كالتالي: عندنا 2 بيضات بحرارة المطبخ، كاس مع مرش ديال السكر، كاس ديال الزيت القياس بالكاس ديال العنبة، كيس من سكر الفانيلا للتنسيم، 2 معالق كبار ديال العسل. وهذا علاش ما استعملناش كاس عامر ديال السكر، حيت غادي نستعملوا العسل. 2 أكياس ديال الخميرة الكيماوية وزن 7 غرام. الدقيق حسب الخليط. ندوزو الآن للطريقة ديال التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. في إناء للخلط كنوضع البيض هو الأول، وكنضيف عليه السكر، وكنضيف سكر الفانيلا، وفقط بالخلاط اليدوي أو بالطراب اليدوي كنخلط السكر والبيض جيدا حتى كنتحصل على واحد اللون اللي كيميل للبياض. ثم من بعد غادي نضيف الزيت وغادي نستمر في الخلط حتى غادي يندمج الزيت مع السكر والبيض. من بعد ما خلطت السكر والبيض جيدا وضفت عليهم الزيت، تحصلت على خليط اللي كتشوفوا امامكم. الان غادي نضيف العسل وغادي نخلطه بدوره حتى ينسجم مع هاد المكونات، باش من بعد غادي نضيف الدقيق بالتدريج. كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخلط بالطراب اليدوي، ومن بعد غادي نضيف الخميره ونستمر في اضافه الدقيق وغادي نجمع العجينه بيدي. العجينه غادي تكون فحال العجينه ديال الصابلي، القوام ديالها غادي يكون رطب، ما تكونش قاصحه. هكذا كتكون العجينه ديالي تجمعات وتحصلت على كره من العجين. الان غادي ندوز باش غادي نطلقها معكم. فوق سطح العمل فرشت الورق ديال الطي وغادي نطلق فوق منه العجينه. ممكن تعوضوه بالبلاستيك هكذا باش كتسهل عليكم تزولوا العجينه. خديت هاد الطابع وبديت كنطبع في العجينه ديالي، ماشي بالضروره تقيدوا بنفس الطابع، فقط بالكأس يفي بالغرض. كيف ما ممكن تكوروا العجينه ديالكم بشكل كروي وتبسطوها براحه اليدين، كيف ما ممكن كذلك تعطيوها شكل بيضاوي. غادي نكمل العجينه ديالي نطبعها كامله وندوزو باش نشوفوا المرحله المواليه. من بعد ما انتهيت من طبع الحلوى ديالي صففتها في صينيه اللي غتدخل الفران واللي فرشتها بورق الطهي. ثم غادي ناخذ صفار بيضاء اللي غادي نضيف عليه القليل من القهوه سريعه الذوبان، ممكن تعوضوها كذلك بالبودره ديال الكاكاو. وغادي ندهن الحلوى ديالي كامله. كنجيو الان للمرحله ديال التزيين، كل واحد كيزين بالطريقه اللي تعجبو. انا خديت شوكه وعملت خطوط كيف ما كتشوفوا. التزيين كيبقى اختياري، كيف ما ممكن تخليوها كيف ما هي، فقط تدهنوها بالبيض. غادي ندخل الحلوى ديالي للفران اللي مسخن من قبل، فرن كهربائي على 200 درجه، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. خدات معايا 10 ديال الدقائق. حلوى سير لذتها في بساطتها، بقدر ما هي اقتصادية في المكونات، بقدر ما هي كتعطينا كمية وفيرة. جربوها وشاركوني تجاربكم. حلوى اللي سبق لي حضرتها معكم في فيديوهات سابقة كاينين في القناة. حلوة القاليط غنية عن أي تعريف. من كتر ما كتعجبني صورتها للمرة ربما الثالثة أو الرابعة.
باش نشاركها معكم، خصوصا البنات اللي انضموا جداد للقناة. هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. ماشي بالضرورة في الأعياد نحضروا حلويات اللوز والجوز والقوام اللي مكلف، فقط حلويات بسيطة كتدخل الفرحة لقلوبنا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم في أمان الله إلى وصفات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.